السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الثاني من قصة السحر الأسود. لما تصلت للجزء الأول يبقى الرابط ديال الحلقة تحت هذا الفيديو. ديك الساعة عرفت بأن المسألة كانت خايبة بزاف والأمور خطيرة. رجعنا للمدرسة وما كنهضروا مع حتى واحد. اللي سولنا كنقولوا ليه كنا في واحد الغرض وجينا. من بعد 3 أيام عيط لينا الفقيه انا وداك صاحبي وقال لينا باللي في الليله فايته بانوا ليه شي جوج ديال الجنون في المحيط ديال الغرفه ديالو، وباللي شي واحد فيهم قال ليه انا داك الجنيه اللي خرجناه من داك السيد راها توفات في نفس النهار بسبب داك الشيء اللي وقع. ونصح الفقيه انه يتحسن حيت القوم ديالنا ما غاديش يفوتوه الا قتلوه داك جوج جنون اللي شافهم. وقال لنا باللي هما من سكان المدرسه ومسلمين وديما كاينين فيها من عهد قديم. اش غنقول لكم، والله العظيم ملي سمعت انا داك الكلام تمنيت الارض تشق وتبلعني، حيت المساله ولات فيها جن مقتول وانتقام من القوم ديالو، خاصه ان داك الجنيه اتضح انها كانت من عائله كبيره في الحجاز وباللي الاب ديالها هو الكبير في القوم ديالو. ديك الليله ما نعسناش، تجمعنا انا والفقيه وداك صاحبي وبدينا كنقراو القران وكنحسنوا ريوسنا بالذكر حتى ادى الفجر. وصلينا الفجر بدينا كنقراو القران جماعه مع الفقيه وبعض التلاميذ. ملي كملنا الحزب كل واحد مشى بحالو لبيتو. فاش دخلنا للبيت ديالنا انا والصديق ديالي لقيناه ملون. شدتنا الخلعه ومشينا كنجريو عند الفقيه وعاودنا ليه اشنو وقع. تما حسينا بالفقيه اللون ديالو تبدل واول مره كنشوفوه مخلوع. مشى جبد شي فلوس من واحد الصندوق، باقي كنعقل انها كانت تقريبا شي 750 درهم. عطاها ليا انا وداك صاحبي، قال لنا اننا نخويو المكان لواحد المده مؤقته على ما تهدى الامور يشوف شنو يدير باش يحل هذا المشكل. خرجنا انا والصديق ديالي مشينا وشدينا واحد الوسيله ديال النقل، وقفنا حتى البلاد فين ساكنين. هو مشى لدارهم وانا مشيت لدارنا. ثقوا بيا انني دخلت للدار بلا حتى ما نسلم على والديا الله يسمح ليه. بقيت في الدار تقريبا شي 7 ايام، ما كنهضر مع حتى واحد، ما كنخرج، ما كندخل، ما والو، بحال شي واحد مريض في عقله. المهم بعد داك 7 ايام تشجعت وبديت كنخرج ونهضر مع مالين الدار وكنمشي للجامع. دازت واحد المده تلاقيت انا وداك الصديق ديالي مسكين، حتى هو كانت الحاله ديالو صعيبه، وقال لي باللي الامور انها تعقدت وتأزم بانه كيشوف نفر من الجن كيجيو عنده كل ليله ويهددوه بالانتقام على داكشي اللي دار لبنته. المهم انا ما بقيتش قد نصبر حيت الخلعه دارت فيا ما بغات. شجعنا وقررنا نرجعوا انا وصاحبي للمدرسه ونشوفوا الفقيه ونعاودوا ليه اش وقع لينا، خاصه انني حتى انا وليت كنشوف شي امور غراب في المنام ديالي، وكنحلم باللي شي حد شادني ودايرني كيما كنت كندير لداك السيد فاش كنا كنصرعوا. يعني شي حد شادني من رجلي ومن يدي ومجبديني. وملي كنفيق كنلقى واحد المراه لابسه الكحل كتبقى تشوف فيا وكتضحك. رجعنا للمدرسه وكانت تقريبا شي 3 شهور ملي خرجنا منها. رجعنا باش نشوفوا الفقيه ولكن كانت صدمه حيت ما لقيناش، وقالوا لنا بعض التلاميذ انه مرض وجاو ولادو داو. مشينا انا وداك السيد صاحبي حتى البلاد فين ساكن الفقيه باش نشوفوه، حيت كان ساكن تقريبا في النواحي ديال مراكش. ملي مشينا كنقلبوا على الدار ديالو لقينا غير بزاز. دخلنا عندهم واش نقول لكم، لقينا السي الفقيه انه في واحد الحاله علم بها غير الله، ولا ضعيف بزاف ووجهه تبدل. ملي شافنا مسكين فرح بينا ولكن كان خايف بزاف وبدا كيقول لنا نجاوب راسكم اولادي، راه المساله ولات خايبه وهادشي اللي وصلت ليه دابا راه بسببهم. قولها لينا مسكين وكيبكي. عمري غادي ننسى داك المنظر ما حيت. خرجنا من عندهم بعد ما طلبنا ليه الشفاء. شدينا طريق كل واحد بدا كيشوف في الاخر وحنا ساكتين بحال شي زيازه. شدينا المركوب ورجعنا للبلاد عاوتاني نفس الحاله. وليت تسد عليا الدار تقريبا شي شهرين حتى داك صاحبي ما بقيتش كنشوفه. وليت كنشوف مواقف غريبه بزاف في حياتي. مره كنشوف راجل راكب فوق العود وكيهددني، مره كنشوف واحد المراه لابسه الكحل كتجيني بالليل وتفيقني من النعاس وتفل عليا حاشاكم.
حد هنا نساليو الجزء الثاني باش ما نطولوش عليكم، وانتظروا الجزء الثالث والاخير قريبا، واللي غتلقاو الرابط ديالو بعد ما يتصوب تحت الفيديو. كنتمنى ان الى عجبكم القصه ديروا جيم، وما تنسوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما القصص جداد والنكات، وما تنسوش تلتحقوا بنا بالباج ديالي مهدي بالنور في الفيسبوك. الى اللقاء الى الجزء الثالث ان شاء الله. سلام.